السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. مرحبا بكم عندنا. نصلوا كامل على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم حنديرو قاطو خفيف، يخرج كمية كبيرة، اقتصادي. تقدري تحطيه قهوة حشية، قهوة صباح، تديه معك في يدك، هاي جاية العطلة. يجيك كاش واحد تحطيه جاي شباب. تقدري ديريه لمجة للأطفال في الوقت الدراسي. ما فيش لزام بزاف. عندنا 3 حبات بيض، عندنا كاس سكر، كاس زيت، لافاني. انا ما عنديش بزاف لافاني، بقات لي غير شويه. زدت درت لها التشينا والقارص، الزيت تاع التشينا والقارص. تحبي ما ديريهمش، ديري غير لافاني. عندنا 2 مغارف حسل، وعندنا 2 خميره كيميائيه، 2 باكيات خميره كيميائيه. والفارينة نشدو بها العجينة وتبقى لنا طرية. عندنا طريقتين، إما تزينيه بشوكولاتة الطلي، وإما تنحي القليل من العجينة تزيدي لها مغرف تاع كاكاو وتشكليها كريات ونحطوها فوق الكاطو هذايا. يجي الشكل تاعو هايل. دوك نبداو مع بعضنا ونشوف. عندنا 3 حبات بيض، نزيد عليهم كاس سكر. البيض قادرة ديري 2 حبات والبياض والصفار تخليه تطلي بيه من الفوق. انايا درت حبه كامله باه نطلي بيها من الفوق. تحبي تنقصي انتي ديري غير 2 حبات وبياض والصفار تطلي بيه من الفوق، ما كان حتى مشكل، يجيك لاباس به. لكن انا حبيت ندير 3 حبات وخلاص على ما كان. دوك نخلطهم بالباتور ونعاود نرجعو مع بعض. تحبي تخدمي بالفوي خدمي غير بالفوي. انا في الحقيقه ما يدي توجعني، ما نقدرش نخدم بالفوي. تقدري تخدميه غير بالفوي بلا باتور، تخدم لاباس بيه. بعد ما خدمت السكر والبيض مليح، نزيد لافاني تاعي ونزيد الزاز تاع القاص والتشينا، نزيدوهم. نزيد نخدم الباتور ونزيد الكاس تاع الزيت. بعد ما دخلنا الزيت كامل في الخليط، نزيدو 2 مغارف تاع عسل. دونك اي واحد يتسائل يقول هذا ماشي عسل. هذا ماشي عسل، هذو 2 مغارف معجون. تحبي ديري 2 مغارف عسل ولا 2 مغارف معجون. انا كان عندي معجون تاع التشينا كملت درتو، يجي نفس القوام نفس كلش. برك العسل ولا المعجون يخلي الكاطو يجي يتفتت، يجي هشيش، يجي شباب. هذا ما كان. كملنا بالباتور. دوك نبداو نزيدو الفارينة غير بشويه. نزيدو الفارينة حتى تتلم لنا عجينه طريه. نزيدو 2 باكيات تاع الخميره. الفارينة كل وحده وعلى حساب البيض تاعها، مهم تكون عجينه طريه. كي يرجع لنا القوام تاعها كيما هكذا، شوفي مازال خاصها شويه، مازال طريه بزاف. نقصوا واحد حوالي 2 مغارف، نقصوا 2 مغارف كيما هكذا. هادو اللي نزيدو لهم الكاكاو ونديروهم كرات باه نزينو بهم. نقصوا 2 مغارف فيها بركه، زعما تكفينا كيما هكذايا. نقص 2 مغارف ونحطهم على جهه ونكمل ندير فرينه لهذه العجينه حتى تتكون عجينه طريه. هاي العجينه اللي تكونت هنا، شوفوا تتلاصق شويه في اليد وطريه، لازم تخليها كيما هكا تتلاصق في اليد وطريه. نخلوها على جهه ونروحوا لهذيك الكميه اللي نحيناها، نزيدوا لها مغرف تاع كاكاو
وندخلوها فيها غير بشويه. ندخلوا المور تاع الكاكاو، واذا خصتها الفارينه نزيدوا لها الفارينه. اذا الكاكاو ما حبش يدخل لك في العجينه زيدي له قطرات من الزيت. حاولي تدخليه كيما هاك، اذا ما حبش يدخل زيدي له قطرات من الزيت. هذه هي العجينه تاعنا. انا دخلنا فيها كامل الكاكاو. انا ما زدتهاش فرينه، مازالت طريه، وما زدتلهاش الفرينه. درت مع الاخر قطره تاع الزيت في يدي باه ما تبداش تتلاصق. نحطوا هذه على جهه، ونعاودوا نرجعوا للعجينه تاعنا هذه الاولى. نشكلوهم كامل كريات حوالي 20 غرام. الحبه تجي مليحه، ما صغيره ما كبيره، متوسطه تعمر العين. نكوروهم كامل 20 غرام، ولا تحبي ديري عينك ميزانك. نكملهم كامل ونعاود نرجع لكم. هذه هي العجينه تاعنا. انا شكلتها كامل كويرات، كل وحده فيها 25 غرام. 20 غرام حسيتها جات صغيره بزاف، درتها 25 غرام. دوك نستفهم كامل في السنيوه، ومن بعد تيك نشكلوا الكريات من العجينه. العجينه البنيه اللي درناها بالكاكاو نشكلوها كامل كريات، ونوري لكم كيفاه نحطوها مع بعض. هذه هي. درت قاعيتين العجينه تاعي كويرات 25 غرام في السنيوه، وهذوما صغار الكحوله درتهم 7 غرام ولا 8 غرام كيما تحبي نتيا. دوكايا مثلا انا عندي هذه الجراره هذه. دوك نثقب هذا الوران تاعها. تشوفي اي حاجه تناسبك في الدار دخليها في الفرينه، وديري ثقبه كيما هكذا في الوسط، كيما هكذا. ان شاء الله تكون واضحه. كيما هكذا نديرو ثقبه في الوسط. ماذا بيك تحطيهم في السنيوه وتخدمي كيما هكذا باه تجيك الخدمه سهله. ومن بعد نفدو كويره من هذوما ونحطوها في الوسط، ما تزيري عليها ما والو، حطي برك هي تشد بلاصتها كيما هكذايا. ها الشكل يجي شباب هايل. دوك نكملهم كاع كيما هكذا، نطليهم بالبيض ونكملوا وندخلهم يطيبوا على درجه 200 درجه ولا 180 درجه. طيبهم لتحت كي يحمروا، نشعل لهم من الفوق ونوريهم لكم ان شاء الله في طبق التقديم. اللي يكمل يدير يطيبهم، يحب يطليهم بالناباج يجوا يبريو، هذا ما كان. تحبي تخليهم هكذاك خليهم. انا نخليهم كيما هكذا ما نطليهمش باه ما يجوش يتلاصقوا. شوفوا شكلهم جا رائع، حاجه شابه. تحطيها لكش واحد يجي عندك تديها في يدك. هادو الحبات اللي ما تحبش ديرهم، دير هذاك الثقب وما دير فيه والو، تخليه كيما راه وطيبو. كي طيب العجينه دير لها كي طيب الكاطو تاعك ديري لها الشوكولاته تطلي في الوسط. دوك نطليهم بالبيض وندخلهم في الفرن على 180 درجه من التحت. كي يطيبوا من التحت نشعلهم من الفوق ونوريه لكم في طبق التقديم. هذه هي النتيجه النهائيه تاع الكاطو تاعنا. شوفوا الله يبارك شحال جا شباب. شوفوا الحبه تقنع وشابه، شكلها شباب. هنا قلت لكم اللي ما يحبش يدير العجينه بالكاكاو يعمرها بالشوكولاته تطلي ثاني تجي شابه. شوفوا الله يبارك شحال جا شباب، ويجي خفيف خفيف خفيف. شوف ديجا مازالو سخون. شوف 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 يتفتت وحده. شوف هايل هايل. تحبي تروحي في العطله تروحي لداركم تديه معاكم، تحبي يجي لك شي واحد تحطيه له. ان شاء الله الدخله تاع ليكول تقدري ديريه للدراري يدوه معاهم لليكول. حاجه هايله واقتصادي. غير كاس زيت كاس سكر يخرج لك 40 حبه. شوفي ما شاء الله. تحبي تصغري الحبه على هكا دبري راسك. كاينه حبه هنا نسيت ما درتلهاش البيض، حبيت نوريها لكم. اللي ما تحبش زعما تطليه بالبيض يجي الشكل تاعها كيما هاك شويه مزعوقه ماشي شابه. ظنيت انا بالبيض احسن. هذه نسيتها برك انايا. الشكل تاعو يجي هايل. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساوناش بالاشتراك وباللايك، وان شاء الله نكون قدمنا وصفه تفيدكم وتنفعكم ان شاء الله يا ربي. ما تنساوناش بالبارطاج، والسلام عليكم.